الدحيح هو زي الحكواتي او القصاص اللي كان بيعدي على القهاوي زمان في الوقت قبل الراديو، اللي كان بيعدي على قصه بني هلال بقى ويحكي في قصه السيره الهلاليه والكلام ده كله. السلام عليكم. النهارده عايز اتكلم شويه عن وجهه نظر يعني، وخصوصا ان كان في لغط الايام اللي فاتت دي ووجهات نظر مختلفه وكتير بعد الحلقه بتاعت سيدنا خالد بن الوليد اللي عملها احمد الغندور الدحيح. كان في انقسامات كتير، يعني عندك الاخوه الملتزمين دينيا مش عاجبهم فرد التاريخي المفرغ بالمفاهيم الاسلاميه في القصه، وعندك الناحيه الثانيه الاخوه الملحدين شايفين ان انت ما قلتش كل حاجه، وبرده في النص كده هتلاقي عندك الاخوه بقى اللي على الله اللي مش عارفين اي حاجه، اللي هو واو الحلقه سيدنا خالد بن الوليد ده جميل. بس في انقسامات كتير يعني، فانا حبيت اتكلم في الحته دي في نقطه يعني، او في 3 نقط. النقطه الاولى هتكلم عن الجمهور اللي هو عزيزه. مشكلتي مع الجمهور بتاع الدحيح اللي انا طبعا منهم، الراجل عامل شغل عالي قوي من 2017. احنا بندي الدحيح اكبر من قدره، وفي نفس الوقت بعضنا بيقلل من قدره، فهي دي مشكله كبيره. المفروض ان احنا لا نعلي منه قوي ولا نوطي منه قوي. بمعنى تعال نفكر كده، مين هو الدحيح من وجهة نظر حيادية بحتة يعني؟ الدحيح هو زي الحكواتي او القصاص اللي كان بيعدي على القهاوي زمان في الوقت قبل الراديو، اللي كان بيعدي على قصة بني هلال بقى ويحكي في قصة السيرة الهلالية والكلام ده كله. انت عارف ان الراجل ده اللي بيقولوه ده قصة، يعني انت لا بتاخد منه معلومة ولا انت بس بتستمتع باللي بيحصل، الانترتينمنت يعني، في تسالي. انت عارف ان هو ما يعرفش حاجة حقيقية عن السيرة الهلالية. يعني مثلا ما تعرفش ان السيره الهلاليه دي او بني هلال دول لما راحوا عشان يحاربوا في تونس، هم كانت ساعتها مصر دوله فاطميه وهم كانوا شيعه ورايحين يخمدوا ثوره سنيه في تونس. الحكواتي مش هيقول لك كده. او حاجه تانية، الدحيح ده عامل زي، او مش هو بس، معظم الناس اللي موجوده على اليوتيوب اللي بيتكلموا في التاريخ او بيتكلموا في اي حاجه بشكل عام، ده عامل زي زميلك اللي كان قاعد معاك في نفس الصف او في نفس الدكه، اللي بيطلع الصبح في تحيه العلم يقول لك هل تعلم. هي نفس الفكره. انت عارف صاحبك، انت عارف ان هو ممكن يكون كويس في الرياضيات، ممكن يكون كويس في العربي، ممكن يكون كويس في اكتر من ماده يعني، فراحوا واخدينه وقال لك تعالى ايه في تحيه علم، وبعد قبل تحيه العلم اقف ايه قول هل تعلم. انت عارف ان هو جايب المعلومات دي من الاهرام ولا من الجمهوريه في اخر صفحه بتاعت هل تعلم، وهو مش هيفتكرها في اخر الاسبوع اصلا. فانت اكيد وانت مثلا بتعمل بحث في الكليه وانت الدكتور المدرس بيسالك على حاجه في الصف، مش هتقول له الاجابه دي فيقول لك جبت الاجابه دي منين، تقول له ده والله ده احمد الغندور جابها من هل تعلم. ما اكيد لا، ما ده مش مصدر، مش مرجع، مش مقياس لاي حاجه، مش مصدر لاي معلومه اصلا. فانت ما ينفعش تدي الدحيح مقدار اكبر من حجمه، ما ينفعش تقلل برضه من الراجل. يعني الراجل خريج علوم والراجل بيتكلم في حاجات كويسه، هو قصاص كويس وبيعرف يحكي كويس قوي، وده حاجه كويسه. لكن لا تديله اعلى من حجمه ولا تقلل من قدر الراجل، يعني عشان تبقى لا تستنى برضو منه معلومه دينيه او معلومه غير دينيه. خد بالك، انت بتسمعه وانت بتاكل، انت بتسمعه وانت بتعمل حاجه، زي ما تكون مثلا بتسمعني نفس الموضوع وانت بتعمل حاجه، يعني مع احترامي الكامل ليه، هو الراجل بقى له كتير في الموضوع. الناحيه الثانيه بقى استاذ الدحيح ذات نفسه احمد الغندور، يا باشا انا عمال اقرا عنك، لقيت ان حضرتك خريج علوم، وفي معلومه مش متاكد منها ان حضرتك عملت ماجستير في التربيه من جامعه في هونج كونج، وده ممتاز جدا على فكره من وجهه نظري، لان انا شايف ان احد المشاكل التعليم العالي عندنا في مصر ان معظم الدكاتره اللي بيدرسوا في الجامعات هم ما بيعرفش، هو ممكن يكون عالم لكن ما عندوش خبره التدريس. لكن هي دي المشكله اللي بتواجهني معاك. المحتوى بتاعك كله اللي هو 600 حلقه، انا ما شفتش حاجه عن التخصص بتاعك اللي هو البيولوجي او الاحياء غير نقول مثلا 10% 5%. طب والباقي ملوش علاقه خالص بحضرتك. يعني هو ده انت دحيح هتبقى في دحيح في كل حاجه يعني انا مش فاهمها. ده حتى في الثانوي في علمي وادبي، هتبقى انت علمي وادبي وكويس في الاثنين، فتيجي منين يعني؟ ما تجوزش، ما تنفعش. وما ينفعش برضه ان انت تقعد تنقل الحاجه من غير ما يكون عندك تخصص فيها. ما انت كلمه في غير علمي يعني هتبقى فيها مشكله كبيره. هتلاقي في ناس بترد عليك زي ما انا مثلا دلوقتي هرد عليك، بس انا مش هتكلم عن المحتوى بتاعك، انا مش هتكلم عن اللي انت بتقوله ايه، انا بتكلم بشكل حيادي عن الحاله بشكل عام. فدي المشكله ان احنا بنواجهها، ان انت انا شايف ان انت هتنفعني اكتر لو انت اتكلمت في تخصصك، انا هستفيد منك اكتر. لكن لما تيجي مثلا تتكلم في حاجه ليها علاقه بالدين او حاجه تاريخيه او حاجه فلسفيه او حاجه مش عارف ايه، ده انا بدرس اديان، معظم الناس اللي عارفين انا بدرس اديان يهوديه ومسيحيه وهندوسيه وبوذيه وطاويه وكله.
انا عشان ادرس الهندوسيه سافرت سنتين او مرتين، انا اسف، سافرت مرتين الهند وعشت مع الرهبان في المعابد بتاعتهم عشان اعرف الديانه بتاعتهم عامله ازاي، وده غير الكتب. يعني انا كان ممكن اجيب الكتب بتاعتهم من اي حته في مصر او هنا واقعد اقراها وخلاص على كده، لا انا كان لازم اروح هناك واتعلم اللغه بتاعتهم واتعلم هندي واقعد اكل زيهم واعيش زيهم عشان افهم هم بيفكروا ازاي الفلسفه بتاعتهم، عشان بعد كده لو وقفت في الصف اللي انا بدرس مقارنه اديان، لو وقفت في الصف ابقى قادر اجاوب على سؤال، ما بقاش كده مش عارف انا بقول ايه. فدي مشكله كبيره قوي. انا اعتقد ان انت لازم تتكلم بس في التخصص بتاعك، عشان انا ساعتها هسمع منك والله. لكن لما اسمعك مثلا بتتكلم في حاجه تخصص انا والاقيك بتقول كلام انت مش متاكد منه، انا بقى يا ما في، انت كده بتضلل الناس، ودي مشكله كبيره قوي. فيعني ايه، نركز في التخصص بتاعك، صدقني انا هستفيد منك اكتر والناس هتستفيد اكتر بكتير. يعني تالت حاجه بقى استاذ احمد الفخراني الكاتب بتاع الحلقه يعني. فانا برضو دخلت على استاذ احمد الفخراني عشان اشوف مين هو وبيعمل ايه وايه التخصص بتاعه يعني. فلقيت الاستاذ خريج صيدله عظيم جدا ممتاز، وبعدين لقيته ساب الصيدله الله اعلم سابها وما سابهاش، وبعدين دخل في الادب، عنده روايات ادبيه كتير. انا ما اقدرش اتكلم في الروايات الادبيه لان انا بطلت اقرا ادب من مثلا اولى ثانوي او ثانيه ثانوي حاجه زي كده، مع اني درست في الكليه زي انقده، بس انا ما يعني ماليش فيه، بحب اقرا الكتب اكتر. بس اللي لفت نظري ان كل الكتب بتاعت حضرتك ما فيش ولا بحث حتى او مقال او بوست حتى على الفيسبوك له علاقه بالتاريخ. يعني حضرتك لا عارف تاريخ عربي ولا تاريخ اسلامي، او عارف تاريخ بشكل عام مش تخصص اتكلم فيه وخلاص. وانا شايف ان دي حاجه مش صحيه. انت داخل تتكلم في اي حاجه انت مش عارفها، ودي مشكله كبيره يا باشا. كلمني في الصيدله بتاعتك. يعني أنا في صناع محتوى كتير قوي موجودين على اليوتيوب والسوشيال ميديا بشكل عام وبيتكلموا عن تخصصهم في الصيدله، وانا شايف ان هم بيفيدوني جدا يعني. على الناحيه الثانيه الادب وبتاع، انت ممكن نقعد انا وانت نتكلم في الادب ونقعد ننقد في الروايه دي والروايه دي، محدش فينا يطلع صح ومحدش فينا يطلع غلط، لان هي في الاول وفي الاخر هي مدارس نقديه ووجهات نظر وبتاع. لكن لما تيجي بقى تتكلم في الدين الموضوع مختلف. لما شفت المصادر اللي حضرتك جايبها لقيت ان اول مصدر كان في عندك مصدرين عربيين وثلاث مصادر باكستانيه والباقي امريكان. لا اله الا الله يعني. فانت بتتكلم في تاريخ الرسل والملوك للطبري. هل حضرتك عارف ان الطبري ذات نفسه في مقدمه كتابه بألف معناه يعني ان هو مش مسؤول عن الكلام الموجود، وان هو كان بينقل الكلام بس كان اهم حاجه عنده الاسانيد. يعني احنا عشان خريجين دار علوم او الخريجين تاريخ او حاجه زي كده بيبقوا عارفين ان في مصادر ما ينفعش ناخد منها. مثال على ده، مش هتلاقي مثلا رساله ماجستير او حاجه زي كده يقول لك انا الخبر ده او المعلومه دي جبتها من سيره ابن اسحاق في السيره النبويه. ليه؟ اللي احنا عارفين ان دي مش حاجه فقط، ده مش كتاب ممكن استخدمه انا او استند عليه او ان هو يكون مصدر ممكن انا اتكلم فيه مع الناس يعني. فانت رايح تجيب قصص او روايات من كتاب التاريخ الطبري، فاللي هو طب هل انت حققت الروايه دي؟ طب ايه المرجعيه بتاعتك؟ ايه المعايير بتاعتك؟ ما فيش طبعا. حضرتك مش دارس حاجه زي كده، ما فيش اي دراسه بتقول عن حضرتك اسمه ايه ده في الانترنت بتقول ان انت عندك تخصص في المجال ده. وبعدين لو الموضوع كده بقى يبقى دكاتره الجامعات نقفل بقى الجامعات دي كلها ونخلص الناس تروح تفتح يوتيوب احسن. يعني مثلا دكاتره اللي كانوا العظام اللي كانوا بيدرسونا في كليه دار علوم ودول بقى في كل حاجه يعني يطلعوا يتكلموا هم بدل ما الناس تعمل فيديوهات على اليوتيوب يعني. فمش هينفع. وبعدين جايب لي مفرغ الحلقه تماما من الوازع الديني. طب ما هو معلش يعني، طب ما خالد بن الوليد والعرب ما كانوا بيحاربوا في بعض وبيقتلوا في بعض وقوم الجاهليه قبل الاسلام؟ ايه اللي خلاهم فجاه بقى ابتدوا وعملوا فتوحات دي؟ ما في وازع ديني يا فندم، في وازع ديني هو اللي داخل في وسط الموضوع ده كله، وفي استراتيجيات عسكريه ومش عارف ايه وبتاع. بس في الاصل ايه اللي وحد الناس دي كلها؟ الناس دي كان عندها حاجه اسمها يقين، عشان بس نبقى فاهمين الفرق بين اليقين والايمان. انا مثلا عندي ايمان مش عارف ان انا هقدر اوصل 500 كيلو بالعجله، انا عندي ايمان ان انا اقدر اعمل ده، ايمان. لكن اليقين انا عارف ان انا هوصل. الناس دي كان عندها يقين، النبي كان عايش وسطهم، الناس دي شافوا معجزات، الناس دي كانوا بيصلوا ورا النبي عليه الصلاه والسلام. فالناس دي عندها يقين بقى، هو عارف كل حاجه يعني. هو عارف ان هو صح، هو عارف هو رايح فين، هو عارف ان هو هيموت هيخش جنه. فاهمني؟ في ناس مبشرين بالجنه. ده عملها ازاي؟ ما ده عملها عشان في يقين، في عنده ايمان. فانت لما تفرغ الروايه التاريخيه بتاعه سيدنا خالد بن الوليد
من المحتوى الديني او المفهوم الديني او الروح الدينيه اللي موجوده فيها وتتكلم عنها كأنك مستشرق، فانت كده مش هينفع. زي ما قلت قبل كده، انت يعني انت جايب لي 2 باكستانيين عاملين ابحاث مش عارف تبع جامعه ايه او تبع الجيش الباكستاني، جميل ممتاز عظيم قوي، هم مسلمين على عيننا وراسنا وكل حاجه، بس هل هم عارفين الجزيره العربيه كويس قوي؟ هل هم عارفين الفكر العربي في نفس الوقت؟ هل هم مثلا يعني قريش وبقيه العرب هل هم فاهمين الناس دي عامله ازاي؟ هم مثلا عارفين ان بعد ان في حروب الرده كل العرب دول ارتدوا ما عدا مكه والمدينه والطائف وقريه؟ يعني في حاجات برضو مش هتتفهم غير لما يكون انت جوه الثقافه دي او من اهل الثقافه دي، وكمان المصادر بتاعتك صحيحه، لكن حضرتك ما اعتمدتش على اي حاجه. انا عارف انت اشتغلت ازاي طبعا، انا عارف شويه شات جي بي تي وشويه جيميناي ومش عارف ايه، وتعمل لي حلقه عن ده وبعدين اكتب لي ايه المصادر، وانت لا قريت مصادر ولا حاجه. نفس الموضوع بالنسبه لاحمد الدحيح برضو، مع احترامي وحبي الشديد ليه، يعني راجل على عيني وعلى راسي، بس معلش يعني انت عملت 600 ولا 650 حلقه، انت عايز تقنعني ان انت قريت كل المصادر دي؟ اكيد لا، انت واقف الناس بتتكلم وراك ورا الكاميرا زي ما شفنا في الفيديو وانت بتلقن وراهم. ايوه ماشي، اتكلم زي ما انت عايز، اتكلم في التخصص بتاعك، مش هقدر اكلمك، اتكلم في الكوره، اتكلم مش عارف ايه، بس هتيجي في الدين بقى والشخصيات الاسلاميه هتلاقي فيه مشكله، هتلاقي فيه لا اقف بقى هنا، ما انت هنا يا باشا لو انت غلطت في حاجه هتشيل ذنب. هي دي المشكله الاكبر كمان، انا بقول لك عشان خاطرك انت، فهتشيل ذنب، فاهمني؟ لما تفرغ او لما ما تاخدش بالك، لان انا مش بلوم هنا على احمد الدحيح على فكره، انا بلوم على اكتر على 2، العزيزي تمام، وعلى استاذ احمد الفخراني يعني. بس هي دي الفكره، استاذ الدحيح انت عمال تقول لي عزيزي عزيزي عزيزي، فيا اخي انا عارف انت بتعزني فقدرني، اديني شغل كويس، جيب لي ناس بتكون عارفه هي بتكتب ايه، جيب لي ناس هم عارفين بيدوا معلومه صح ازاي للناس، لان في متلقي دلوقتي، المتلقي ده انت جاي تلمس حته عنده، حته دينيه، فما ينفعش تفرغ القصه من حاجه زي كده. وبعدين نرجع تاني للعزيزي، الراجل اللي هو اللي قاعد بيسمع الدحيح وهو بياكل، يا باشا ما هو انت لو عايز العلم برضه، ما انت مش هتروح لاحمد الغندور في الحته دي، بل ان انت عارف ان ده مش تخصصه، انت واحد تاني بيلقن، فاكيد انت اللي عندك خلل في الحته دي، ان انت بتدي الناس اكتر من قدرها وبتبخس برضو قدر الناس، فانت خليك في الوسط، اعرف مين بيعمل ايه وموقفه ايه وكده، فما ينفعش ده يحصل يعني. فانت لا تدي قدر كبير قوي ولا تبخس قدر الراجل، وفي نفس الوقت استاذ احمد الدحيح يا ريت يعني حضرتك تنقي الناس اللي بيكتبوا لك ال الحلقات بتاعتك، خصوصا الحلقات الدينيه، وريت تبعد عنها اصلا عشان ما تقعش في غلط. وبعدين ما انا فاهم اللي فيها برضو، ما هي شله البورصه وزهره البستان والتجعيبه وسط البلد دي وكلهم كتاب وكلهم مش عارف ايه، وفي نحتايه وايه وحاجه وهتقضى يعني مصلحه وهتقضى، فمش هينفع تيجي في حتت ما ينفعش تعمل فيها حاجه زي كده. يعني انا زي ما قلت لك، انا عن نفسي عشان ادرس كتاب، عشان بس تبقى فاهمني، يعني في كتاب مثلا عايز ادرسه له علاقه بالتاريخ الاسلامي او حاجه زي كده، انا ما بمسكش كتاب ده اقراه لوحدي، وانا واحد المفروض ان انا بدرس ده، فانا ما ينفعش امسك الكتاب ده واقعد اقراه كده مع نفسي ويا فهمت يا ما فهمتش. الموضوع مش كده، لا ده انا لازم اروح عند عالم هو اللي يقعد يشرح لنا الكتاب ده صفحه صفحه. وهتلاقي الكلام ده كتير قوي موجود على اليوتيوب، في ناس بتبقى قاعده بتدي محاضرات وفي ناس قاعده بتسمعهم وبيسجلوها، فلو انت عايز علم اتفرج على ده لو وادرسه. وقبل كده كان في حلقات برضو الواحد ما رضيش يتكلم فيها، بس يعني يا جدعان في ايه مشكله؟ اصل انتوا داخلين في حته الدين، هي مش حته كوره او سياسه او مش عارف ايه او تاريخ اوروبي. تاريخ اوروبي مش هيحصل لنا حاجه فيه، التاريخ الفرعوني يا عم قشطه علينا وعلى راسنا مش هيحصل فينا حاجه، لكن لما تيجي تتكلم في تاريخ ديني او اسلامي، لا انت هنا خد بالك بقى، عشان الغلطه بذنب والذنب بنار وجحيم والدنيا هتبقى مش عارف ايه الا ايه، ربنا يغفر لنا ويغفر لكم يعني. فده يعني اهم حاجه إن الناس تاخد بالها من الحته دي، الله يرضى عليكم. وانا هسيب شويه لينكات لقنوات مهمه جدا انا ذات نفسي بستفيد منها، بتتكلم في التاريخ وفي الدين وفي اللغات وحاجات زي كده، واللي عاملينها ناس بجد محترفين، ناس بجد عارفين هم بيقولوا ايه، ناس فعلا متخصصين. واعتقد ان انت لو عايز علم ممكن تعمل ده، ممكن تروح تدرس، لكن لو مستني علم من يوتيوبر لا، انت كده بتهرج يعني. احنا تسالي يا جدعان، الناس يعني الناس بتتفرج على اليوتيوب عشان تسالي. انا مثلا عايش طول حياتي دلوقتي بقالي كتير قوي بره مصر، اللي رابطني في مصر هم 3 حاجات عشان تبقوا عارفين يعني. دحيح انا من الحاجات اللي على طول بسمعها عشان خاطر بيربطني بمصر، هشام عفيفي
وما بعرفش اوقف ليه الفقره الصباحيه الجميله. الحاجه دي كانت اذاعه كفر الشيخ الحبيبه، دي برضو من الحاجات اللي انا ربطاني بمصر. فدي الحاجات اللي ربطاني انا في مصر. بس في نفس الوقت انا ما اقدرش اخد اي معلومه من اليوتيوبرز دول. فدي الفكره. ويا ريت من احمد الدحيح ان هو يراعي الحته دي، حاول تبقى متخصص شويه في المجال بتاعك. اعمل فيديوهات ليها علاقه بالدراسه بتاعتك، انا هستفيد وناس هتستفيد اكتر بكتير قوي. واعملها باسلوبك الجميل اللي انا شايف ان هو ممتع جدا، انت بتبسط المعلومه بشكل جميل جدا. بس لما تيجي تتكلم في التاريخ او تيجي تتكلم في حاجه علاقه بالدين، ساعتها هقول لك لا معلش وقف. يعني المصادر بتاعتك ايه، المراجع بتاعتك ايه، حضرتك ما تعرفش الحته دي مش سكتك، فانت ما ينفعش تبقى ملقن حتى في حاجه زي كده. بس يا سيدي، فالمهم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ولو عجبكم الفيديو ده شيروه. السلام عليكم.